بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض فيديو كده الكفتة الكدابة. الكفتة بتاعتنا هنعمل كفتة الرز. وأدى الرز أنا معايا ده كيلو رز مصري بلاه من بالليل وسبته كده، نشفته على قماشة قطن، بنشفه على قماشة قطن كده تشرب المية بتاعته ويتشفشف كده ويجف. شايفينه يا حبايبي؟ شايفين لما شايفين بيتفرج تحت ايدي كده. فانا هنا هضربه في الكبه بتاعتنا بتاعت الخلاط وعشان نعمل منه الكفته. يا حبايبي اهو ناشف اهو، جف خالص، يعني يبقى في المتوسط، له مبلول لسه وله نشف قوي، لان لو نشف قوي برضو مش هيديكي النتيجه اللي انت عايزاها. هضربه كده في الخلاط في الكبه بتاعتنا وهرجع لكم يا حبايب قلبي. هو بتضرب اكتر باللي هي الكبه ديت اللي هي المطحنه اللي بسكينتين، بتضرب اكتر اهو يا حبايبي. هنا طحناه شايفين؟ يبقى كده بنطحنه يبقى كده، لا هو جرش ولا هو ناعم قوي، الوسط ده علشان الكفته تبقى حلوه بتاعتنا اهو يا حبايبي. هنا طحن الرز اهو، ومعانا ربطه شبت وكزبره، ربطه حلوه كده، ومعانا بطاطسايه، ومعانا بصله، ومعانا نص راس توم، يعني كان فص كده كبار، نص راس توم. هنضرب ده كله في الكبه وهنعمل وهنرجع لبعض كده كده اهو. كل الحاجات ديت المكونات دي كلها نحطها كده في الكبه على بعض اهي، نضربها كده ونرجع لبعض يا حبايب قلبي. وهنا التوابل اللي هنضيفها يا حبايبي، ده معلقه ملح ابيض صغيره، معلقه كمون على كزبره، معلقه فلفل اسمر، معلقه من 7 بهارات هنضيفها كده. ادي الشبت والكزبره والبصل والبطاطسايه وكله هنضيف التوابل كده عليها ونضربها لما تنعم خالص. هنضيفها على الدقيق اهي يا حبايب قلبي. ننزل بقى كده بالخليط بتاعنا ده اهو ونقلب بقى. انا بقلب بايدي كده علشان ابقى حاسه على فكره انا شلت شويه رز من مطحونين، لما اقلب كده واشوف الاول هيبقى يعني هيبقى طري، هيبقى ناشف كده، هشوف السمك بتاعه هيبقى عامل ازاي. اهي يا حبايبي شايفين الطريقه، العجينه بتاعتها بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، فله ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، ديت كده صيامي، كفته صيامي من غير اي حاجه. بنلبكها كلها في بعضها كده وارجع لها بقى شويه كده عشان نصبحها ونحمرها مع بعض. بس فضلا وليس امرا يا حبايبي كده اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان كل حاجه توصل لكم يا حبايب قلبي. اشتركوا كده وقولوا لي كل واحد يقول لي منين، من بلد وكده يا حبايبي. هنا هنصبحها بقى. شايفين العجينه بتاعتها عامله ازاي، عجينتها طريه وناعمه ازاي. احنا هنعك ايدنا نقطه الزيت وهنصبع يا حبايبي. هنا خلصنا اهو، صبعناها. شايفين الصباع بتاعها طري وحلو ازاي. نروح بقى نحمرها يا حبايبي. هنحط كده اهو يا حبايبي. شايفين اللون بتاعها الدهبي ده الجميل ده، شايفين نطلعها كده ديت. الكفته ديت كان اهالينا زمان بيعملوها كده، كانش بقى لا لحمه ولا فراخ ولا حاجات من دي، كانوا بيعملوها لنا كده على طول. اسمها كفته كدابه. كدابه لا عشان مفيش فيها لحمه، لان معروف دلوقتي الكفته لحمه، لا. شايفينها طريه ازاي، طريه خالص، طريه. شايفين مش من بره وطريه من جوه، مش ناشفه يا حبايبي خالص
شايفين يا حبايبي هنا خلصنا الكميه بتاعتنا اهي. شايفين لونها بسم الله ما شاء الله. هي لازم يبقى لونها ايه الذهبي ده، ما تحمرهاش قوي عشان ما تبقاش ناشفه. شايفين طريه خالص، طريه جميله. انا ما بطلش اكل منها من ساعتها انا والعيال. هنا التسبيكه بتاعتنا معموله وبنزودها الاول شويه شوربه عشان ايه نسقطها وهي بتغلي. يا حبايبي نزلناها ايه، سقطنا حطينا الكفته في قلب الطماطم اهي اتسبكت وحطيناها زودناها شويه شوربه، واما تغلي تقوم منزلينها فيها عشان تغلى على طول كده تستوي فيها على طول. بس نعمل حسابنا يا حبايبي في الملح بتاع الطماطم والملح اللي احنا عاملينه. احنا مظبطين الحدق بتاع اللي حاطين في الكفته توابل وملح. خلي بالكم من النقطه دي يا بنات. يا حبايبي هنا خلصنا الكفته بتاعتنا وخلصنا الغدا بتاعنا. شايفين الكفته بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الصباع بتاعها ولا صباع فك فيها، حاجه كده فاخر من الاخر. ده الكفته بتاعتنا كفته صيامي من غير لا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، وهي العجينه بتاعتها من غير لحمه، كفته من غير لحمه، خضار بس. كفته كده بتاعت امهاتنا، امهات زمان لما كانوا بيعملوها لنا كده. اشوفكم على خير يا حبايبي ان شاء الله في فيديو جاي. ما تنسوش الاشتراكات واللايكات بتاعتكم ورأيكم في الكفته بتاعتي. اشوفكم على خير ان شاء الله.